ريد بيل مش بنات بس. يعني القناة هنا اسمها افهم دماغ البنات، فأنا بتكلم فيه من الناحية اللي هتفهمك طبيعة الأنثى، لكن ده مش معناه إن الريد بيل بنات بس. بالعكس، الريد بيل بيساعدك في كل حاجة في الحياة. أنا دايما بحب لما أشرح حاجة على بنت أقول لك طبقها في الحقيقة، وفي الأغلب بقول لك مثال تطبقها في الحقيقة إزاي. يعني مثلا عقلية النضرة وعقلية الكسرة دايما بقول لك تطبقها في الشغل، لكن الريد بيل ممكن يتطبق برضه في السياسة. الريد بيل انت ممكن تطبقه في الشغل. الريد بيل انت ممكن تطبقه في علاقتك مع عيلتك. انت ممكن تطبقه في علاقتك مع صحابك. الريد بيل عموما بيفيدك في حياتك كلها، ولكن ممكن يدمر حياتك برضه. يعني شوف، انا المحتوى بتاعي كله عن الريد بيل، بس الريد بيل ممكن يدمر حياتك لو انت بقيت شايف ان هو مجرد تكنيك انا بعمله عشان اخلي البنت تحبني. عمرها ما هتنفع. عمر ما اي تكنيك انت بتعمله بحاجه مش طبيعيه، او حاجه انت مش حاسسها، او حاجه انت مش مؤمن بيها فعلا، او مش فاهمها صح، هتنفع مع بنت. ممكن حتى لو نفعت في الاول اخرك شهر شهرين، بعدين حياتك هتبان والبنت هتشوف تناقض في شخصيتك. البنت هتشوف ان انت كنت حاجه فجاه بقيت حاجه تانية خالص. ده معناه ان انت شخص مخادع. مفيش بنت بتحب الناس المخادعة. السبب اللي انا عامل الفيديو عشانه هو ان بقيت اشوف ناس غريبة، ناس بتربط الريد بيل بحاجات انا اول مرة اشوفها. يعني انا مثلا متفهم ان في ناس بتترجم وبتطلع تنشر، بس على الاقل بيترجم حاجة صح وبيطلع ينشرها. في ناس بتترجم وتحط التاتش بتاعها. تعرف لو تاتش شرعي، يعني لو تاتش عشان يخلي الحاجة، لو في حاجة حرام بره فهو بيظبطها عشان تبقى حلال معانا، هقول لك قشطه، ده حاجه جميله جدا. اكيد لو هتترجم حاجه عربها على الاقل، او خليها اسلاميه شويه. انما انت بتترجم حاجه وتحط الحته البلو بيل بتاعتك. يعني انت بتجيب حاجه ريد بيل تبوظها تخليها بلو بيل، وبعدين تحط حاجه كلابي كده، حاجه فاهم زبره قدامك. انت مش فاهم حته ريد بيل على حته بلو بيل على حته بينك بيل على حته بيربل بيل. فانت شايف ميكس غريب قدامك. وللاسف الناس لما بتحكي حاجه بتحبشها. يسمع مثلا كلمه مني على كلمه من حد كاتب غلط على كلمه من حد كاتب صح، يعمل تحبيشه جوه دماغه، يقول للواحد حاجه. طبعا اللي هيسمعها ده لما يحكي لحد تاني هيحبشها برضه، ونفضل بقى نحبش في المعلومه لحد ما توصل معلومه غريبه ملهاش اي علاقه بالريد بيل. يعني دايما في ناس فاكره يقول لك البنات بتحب الثالوث المظلم، مش عارف الميكافيليه، على مش عارف النرجسيه، على حاجه كمان كده مش فاكرها. يقول لك انت لازم تبقى كده عشان البنت تحبك. واحد بقى شوف الكلام ده ويتحول ويكلم البنت اللي هو انت رديت عليها متاخر، رديت عليها متاخر، انا مش هكلمك تاني، مش هكلمك تاني. بعدها ب3 ثواني على الجروب، البنت بقالها كتير ما بتكلمنيش، هو انا ازاي اخليها تكلمني؟ وهو من شويه مش هكلمك تاني، انا مش هعرفك. اللي هو تعمل ايه يا اسطى؟ انت هترجع تكلمها زي الكلب بالظبط، وهتبان ساعتها في عينيها عيل صغير. ده ملوش اي علاقه بالريد بيل. انت ما ينفعش تلعب شخصيه مش شخصيتك. مفيش حاجه اسمها البنت بتحب الثالوث المظلم فانا هبقى الثالوث المظلم. اه البنت بتحب الباد بوي، اه البنت بتحب الشخص الابيوسف ساعات، البنت بتحب الشخص اللي ممكن يكون بيضربها، ممكن يكون بيهينها، ممكن يكون بيشتمها، ممكن يكون تاجر مخدرات. لكن هل هي بتحبه عشان هو تاجر مخدرات، او عشان هو بيضربها، او عشان هو بيشتمها؟ هل ده اللي ممزجها منه؟ الريد بيل ما بيقولكش كده. انت كده بتبص على حاجه من الظاهر بس، انما حقيقه الموضوع كله ان هي شايفه راجل حاطط نفسه اولويه. راجل ممكن يكون ما عندوش الاخلاقيات الصح، ممكن راجل بيضربها وده حاجه مش صح، ممكن راجل ضريب مخدرات وده حاجه مش صح. انما هي بتحب ان هو حاطط نفسه اولويه. لما بتحاول تختبره بيعرف يحطها في مكانها الصح. بالنسبه له لو سابها عادي هيعرف يعرف غيرها. هي مش اهم حاجه في حياته. لو حياته فيلم هو بطل الفيلم ده، فده بيشدها ليه. هي شايفه راجل عنده قيمه اجتماعيه، راجل قيمته اعلى منها. بنات بتحب القيمه الاعلى منها. مش شرط ان انت تكون منطقيا قيمتك اعلى منها، انما البنت بتفكر بالمشاعر. هي لو حاسه ان انت اعلى منها فخلاص هي هتشوفك اعلى منها. بس زي ما قلت الريد بيل مش مجرد عن البنات وبس. انا ممكن اتكلم فيه في السياسه مثلا. لو انت ريد بيل فانت عارف ان الانثى بتفكر بمشاعرها، عارف انها بتفكر بالارتباط الفوقي، عارف ان الانثى وده هعمل عليها فيديو ما عندهاش مبادئ، ما عندهاش قيم، ما عندهاش اخلاق، ما عندهاش احترام. الحاجات دي صفات ذكوريه مش صفات انثويه. لو انت عارف الريد بيل صح هتقول مثلا في الانتخابات ما ينفعش ان انا اخلي واحده ست تنتخب، لان انت بتشوف العبايات السمراء بتنزل عشان مجرد كيسين سكر وكيسين رز، شوف، ولا 100 جنيه ولا كوبون من كارفور. شوف بيعملوا ايه في الانتخابات.
حزب من غير ما اقول حزب ايه نجح في الانتخابات كلها بسبب الكراتين. انا لو عايز اخش انتخابات وانجح، لو معايا فلوس، كراتين زيت وسكر ويلا ودي وكوبونات واعتمد ووزع، مبروك، الناس انتخبتني. نجحت. اللجان كلها ستات اللي بتعمل كده، وكلها عبايات سمر. وحتى انا يعني عبايات سمرة دي في منطقتي انا. كان انا في يوم من الانتخابات كنت في مدينة نصر، كان بنات اللي هي بنات في الجامعة عادي، بنات شكل لابسة عادي، بنات اللي هم فاهم اول تشوفهم تقول اه مثقفة، اه بتدرس، اه متعلمة على الأقل، وتلاقيها رايحة تنتخب علشان هتاخد كوبون من كارفور. فاللي هو انت بتعمل ايه؟ انت بتضيع مستقبل بلد علشان هتاخد كيس سكر. انت كريد بيلا هتبقى عارف ان صانع القرار يبقى راجل مش انثى، فبالتالي مش هتسمح ان المرأة يكون ليها حق انتخاب اصلا. وانت ريد بيلا هتبقى عارف ان تلات ارباع القانون ده المفروض يتغير عشان القانون بيدعم المرأة على حساب الراجل، وده ما ينفعش. فانت لازم تفهم ان الريد بيل مش مجرد حاجة عشان اشقط بيها بنات، انما الريد بيل حاجة بتفهمك حقيقة العالم ماشية ازاي. جزء منها بيفهمك طبيعة الانثى. هل لو انت فهمت طبيعة الانثى لوحدها هتعرف تتعامل؟ لا برضو. هنا بقى انت محتاج جزء الطريقه، محتاج جزء الجيم، محتاج جزء طريقه الشقطه اللي انا بعلمها لك. علشان انت لما تفهم طبيعه الانثى كده انت فهمت المفروض تعمل ايه، انما ازاي تعمله ده اللي انا بعلمه لك هنا في القناه. عشان كده القناه اسمها افهم دماغ البنات. فعن طريق الريد بيل وعن طريق الجيم هتعرف تفلتر البنات كلها اللي بتشوفها. هل البنات كلها كويسه؟ لا. هل البنات كلها وحشه؟ لا. في بنات كويسه اه بس قليلين. ودي مهمتي انا في القناه هنا. انا مهمتي مش ان انا اعلمك تشوط البنات كلها علشان تهاف سكس، ولا علشان تغط، ولا علشان تبقى انت الجامد اللي معاك بنات كتير. لا، انا مهمتي هنا ان انا بعلمك تلاقي البنت الصح عن طريق ان انت هتعرف بنات. ما تخافش انك تكلمهم. مش كل بنت هتكلمها من اول اسبوع تقول لها انا عايز اتجوزك. لا، انت هتفلترها، هتعرف تفحصها كويس وتشوف هل هي بنت مناسبة ليك ولا انت تستاهل اللي احسن منها. في اغلب الاحيان بيبقى انت تستاهل اللي احسن منها، ومدي عيله ملهاش لازمه، ملهاش ب 2 جنيه قيمه، محسسها ان هي احسن بنت في الكون، ولا هي فيها شكل ولا هي فيها شخصيه. بس انت علشان ما عندكش الثقافه اللي انا بعلمها لك دي، ما عندكش الريد بيلد، انت مش فاهم طبيعه الانثى ومش واثق في نفسك. وده الفيديو الجاي اللي انا هعمله على فكره، ازاي تبقى واثق في نفسك. الفيديو الجاي هيبقى عن ازاي يبقى عندك مستوى ثقه في النفس اسطوري، مستوى ثقه في النفس خيالي، مستوى ثقه في النفس محدش على اليوتيوب اتكلم عنه خالص. بس علشان انت مش واثق في نفسك ومش مؤمن ان انت تقدر فعلا تجيب احسن بنت كاحسن شكل وكاحسن شخصيه وتخليها تحبك وتخليها بتعشق التراب اللي انت بتمشي عليه، فانت بتروح تشوف بنات ما تستاهلش بربع جنيه حب ولا بربع جنيه اهتمام، وبتخليها حياتك، بتخليها حياتك كلها. الريد بيل بقى بيفيدك في هنا، بيعرفك ان لا، انت حياتك رقم واحد. الشقط او الجيم بيعلمك ازاي توصل ده صح، وازاي تبني الجزام ما بينكم، ازاي تخليها مرتاحه لك. مثلا شفت حاجه دايما الناس بتتخانق اللي هو انت المفروض تغسلي، لا انت تغسل لنفسك، انت المفروض تطبخي، لا انت تطبخ لنفسك، انا لما هرضع ابنك المفروض ياخد، انا عايز اخد مقابل على ان انا برضع ابنك، انت مش بتعاملني حلو، انا المفروض نعمل قضايا، المفروض نعمل قوانين للمراه، انتوا نواشز، انتوا رجاله ذكوريين. وكل الخناقه دي خناقه ملهاش لازمه بربع جنيه، لان انت لو خليتها عايزاك هي هتعمل لك كل اللي انت عايزه. ازاي تخليها عايزاك؟ عن طريق الريد بيل. ما انت فاهم طبيعتها، فاهم الارتباط الفوقي، فاهم ان انت ما ينفعش تثق فيها، فاهم ان هي ما عندهاش ولا شرف ولا قيم ولا مبادئ، فاهم ان هي ما بتهتمش الا بنفسها، وعارف الجيم، عارف امتى تنكش، ده انا هعمل عليها فيديو، عارف امتى تبعد، عارف امتى تقرب، عارف امتى تركبها على المرجيحة، عارف امتى تحط حدود، عارف تدخل الدخلة الصح ازاي، عارف كل الحاجات اللي انا بكلمك عليها هنا، عارف البودي لانجوج الصح ازاي، عارف ازاي تعدي في الشيت تيست. انت فاهم طبيعتها وفاهم ازاي تتعامل، هتعرف تخليها تحبك اكتر مما انت بتحبها. فبالتالي هتعرف تبقى انت الطرف النجم في العلاقه. وده فيديو عملته ازاي تبقى انت اللي مسيطر. كنت بقول، مش هتكلم في التفصيل عشان ده موضوع فيديو تاني، بس كنت بقول ان اي علاقه فيها طرف نجم وطرف بيبني، طرف فوق وطرف تحت، طرف ما بيعملش اي حاجه قاعد ملك، وطرف بيعمل كل حاجه ممكنه عشان يفضي وقت، عشان يفضي خروجات، عشان يهتم، عشان يقرب، عشان يبني رابط. والطرف النجم ده بيكون هو الطرف المسيطر. طالما في سيطره فانت عشان ريد بيل فانت عارف ان الراجل المفروض يكون هو المسيطر مش الانثى، لان الانثى عايزه يكون في راجل هي تحس بالامان معاها، مش عايزه تكون ام لجوزها، مش عايزه تكون ثيرابيست لجوزها، هي عايزه تكون حبيبتك. دي حاجه بنتكلم عنها في القناه من
اوائل الفيديوهات اللي عملتها، من اول 5 أو 10 فيديوهات انا عملتها، كنت عامل فيديو ما تخليهاش امك، ما تخليهاش السيرفست بتاعتك، فبالتالي هتكون الطرف النجم. هتكون الطرف النجم ازاي؟ عن طريق الجيم، فهتبقى انت اللي مسيطر، وكون ان انت مسيطر فهتحسسها بالامان، ولما تحسسها بالامان هتخليها تحبك. شوف انت دلوقتي استخدمت الريد بيل واستخدمت الجيم عشان تخليها تحبك اكتر مما انت بتحبها، عشان تخليها تحترمك اكتر مما هي بتحبك، لان الاحترام اهم من الحب. دي حاجه احنا متفقين عليها من اول يوم هنا. افتكر بقى لو في بنت بتحترمك وبتحبك هتقول لك لما هرد ابنك هاخد منك فلوس، او هتقول لك انت مش هتجيب لي دهب ب 200,000 انا مش هوافق بيك، او لو ما جبتليش شقه في المنطقه دي فانا مش هتكلم معاك. عمرها ما هتحصل، عمرها ما هتحصل، عشان هي شايفاك راجلها، عشان هي شايفه ان انت قيمتك اعلى منها، عشان هي شايفه ان انت احسن راجل في الدنيا. ازاي هتشوف ان انت احسن راجل في الدنيا وانت مش فاهم الريد بيل، وانت فاهم ان الثالوث المظلم لو رديت عليها متاخر انا هتعصب عليكي؟ انت ازاي ترد عليها متاخر؟ ها، انت ازاي تعملي كده معايا؟ تتعامل اكنك بنت عندها 12 سنه بتتقمص من كل حاجه صغيره. وده انا عامل عليها فيديو قبل كده برضه. فاللي انا عايزك تفهمه ان الريد بيل بيفهمك طبيعه الانثى كجزء من الريد بيل نفسه، انما الريد بيل بيفهمك طبيعه السياسه، بيفهمك طبيعه الفلوس، طبيعه الشغل، طبيعه الاستثمار. كل الحاجات دي الريد بيل هيفيدك فيها. يعني ما تخليهوش ان انت تشقط بنات بس، لان ما ينفعش حياتك تكون بنات بس. صدقني عمرها ما هتنفع. انا اهو انا عامل قناه، والموضوع الحمد لله بدأ يبقى بيزنس عن ان انا اخليك تكلم بنات، لكن انا اهو البنات مش رقم واحد في حياتي، وانا اعرف بنات كتير، بس مش رقم واحد في حياتي. رقم واحد في حياتي هو احمد عيسى، هي مصلحة احمد عيسى، بعدين عيلة احمد عيسى، وبعدين صحاب احمد عيسى، وبعدين في قطط عندنا في العمارة دول باكلهم، بيلعبوا معايا، بيتمحكوا في رجلي، انا بحب القطط، دول رقم 4. بعد كده البنات اللي اعرفها، عشان انا عارف ان انا بالنسبة لهم مجرد مقدم خدمة. لو انا في يوم ما قدمتش الخدمه اللي انا بقدمها هيجيبوا حد غيري. ايه الخدمه اللي انا بقدمها؟ مشاعر. انا بعرف اركبها على المرجحه، بعرف احسسها في وقت ان هي مبسوطه، وفي وقت ان هي زعلانه، في وقت ان هي اسعد بنت في الدنيا، وفي وقت هي مش عارفه هو انا بحبها ولا انا عايزها ولا انا مش عايزها، ولا في غموض. وده اتكلمت عنه في الفيديو قبل الاخير. حاجه اخيره قبل ما اقفل الفيديو، انت عمرك ما هتخلي حد ريد بيل لو هو مش عايز يبقى ريد بيل. لازم يكون الشخص عنده قابليه ان هو يتغير، لان انت مهما هتقعد تكلم حد في الريد بيل وهو عايز يعيش في البلو بيل عمرك ما هتخرجه، لان انت لو خرجته من البلو بيل انت اكنك بتضد الواحد، او اكنك بتشيل واحد عايش على جهاز تنفس اصطناعي وبتشيل الجهاز منه بتقول له اتنفس لوحدك، مش هيعرف، هيموت. في ناس حياتها كلها مبنيه على فكره ان انا هلاقي البنت اللي انام في حضنها واحكي لها يومي واحكي لها مشاكلي وتكون طرف حنين ليا وانا كنت طرف حنين ليها ومش عارف ايه. لو انت قلت له ان انت الكلام ده هلس وعمره ما هيحصل في الحقيقه ممكن يموت فيها، لان هو ده او ممكن يتجنن فيها، لان دي القيم اللي هو باني عليها مستقبله كله. فده مش هيعرف يستوعب الريد بيل الا لما ياخد على عينه مره واثنين وثلاثه لحد ما يفوق، بعدين يجي عندي هنا افوق. نفس الوقت انت عمرك ما هتعرف الريد بيل وتعرف ترجع بلو بيل، لان الريد بيل طريق اتجاه واحد بس، عمرك ما تعرف ترجع منه. لان اللي بيشوف الريد بيل خلاص هو فاهم الحقيقه، مهما حاول ينساها، مهما كانت الحقيقه مره، مهما كان. وفي الاول دايما لما بتعرف الريد بيل انت بتحس ان انت كاره البنات كلها، تحس ان انت مش عايز تكلمهم خالص، تحس ان البنات دي اسوأ حاجه في الدنيا. ده طبيعي، انت لسه عارف الحقيقه، لسه بتفوق، لسه مستغرب اللي هو انا ازاي كنت فاكركم ملايكه، كنت فاكر البنات طيبه ومحترمه وجميله، تطلع البنات حاجه تانية خالص. فانت بتستغرب في الاول فبتكرههم في الاول، بس ده طبيعي، ما تشغلش نفسك بده، دي مجرد فتره هتعدي. فالريد بيل حقيقه، والحقيقه مره، بس احنا كرجاله لازم نعرف الحقيقه، لان احنا لو ما عرفناش الحقيقه يبقى احنا مش رجاله. فاعمل سبسكرايب وشغل الجرس علشان لما انزل فيديو جديد يوصل لك نوتيفيكيشن ان انا نزلت فيديو، فتخش تشوفه اول باول، واعمل لايك عشان اللايك ده بيخلي الفيديو يروح لناس اكتر، فالقناه بتتشاف اكتر، وفي ناس غيرك بتفوق، ناس غيرك محتاجه تشوف الفيديو ده، لما تشوفه تستفاد منه كله بسبب اللايك. فمش هاخد منك ثانيه واحده بس هيفيد غيرك. ولو عايز تتكلم معايا في جلسه، في مكالمه
على مشكلة عندك انت محتاج مساعدة فيها شخصية، انا وانت نقعد ساعة او نص ساعة نتكلم مع بعض في المشكلة لحد ما نحلها ونجيب اخرها، تقدر تحجز من اللينك اللي في الديسكريبشن.